ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل تورتاية اقتصادية شكلها يجنن، سعرها على قد الايد فعلا. حاجة كده عاملاها بحب لأولادك، بتبقي عاملاها وانت خايفة على أولادك، يعني بترفعي القيمة الغذائية في كل حاجة هتعمليها، لان انت عاملاها لبيتك وأولادك ولنفسك. يعني بعيد عن أسعار المرتفعة جدا بتاعة التورت، هتعملي تورتاية هتكفي يعني لغاية 10 أفراد وبأرخص الأسعار. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة، أنا بحبها جدا سواء سلبية أو إيجابية. يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير. معانا هنا ربع دقيق سبونش، ربع 3 بيضات، معلقة فانيليا، معلقة خل، ومعلقة محسن جل. هنحسبها كلها وهوصلكم للسعر بتاع كل حاجة جبناها، وهحطه لكم في صندوق الوصف، كل حاجة بأسعارها في صندوق الوصف هسيبها لكم، بحيث انكم تعرفوا انها يعني لو طبقناها بأسعار اللي بره فطبعا ده هيطلع التمن مش حتى الربع. فنحط كله على بعضه في العجان او في مضرب البيض، نحطه في طبق ونروح عجنينه كله مع بعضه، كله على بعضه، مش هنحط حاجة وبعد كده نضرب والتانية ونضرب، لا كله على بعضه. نشغل على سرعة ضعيفة، نكون بقى في الوقت ده مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 لو فرنك مش حامي، لو فرنك حامي يبقى 170، لو فرنك شديد خليها 170، لكن لو فرنك مش حامي خليها على 180. هنا حطيت معلقة زيت، ودي مش اختياري، لازم معلقة الزيت لانها بتدي طراوة للكيك. مرحلة العجن هتشوفيها كلها دلوقتي، لان انا حبيت ان اوريكي القوام بيتغير في كل وقت تغييره، واللون اللي بتوصلي له في النهاية، ولازم القوام واللون ده اللي توصلي له. يعني بصي جامدة ازاي، مش راضية تنزل، هو ده القوام اللي بينجح الاسبونج. هنا حضرت حلة عادية جدا، حلة من المطبخ بودنين اهي، مقاس 20، وبطنتها بورق زبدة او ورق دشت زي ما انت عايزة او اللي موجود عندك، وحطيته ضربته خبطتين كده 3، طلعت الهواء منه، خبطتها خبطتين 3، وبعد ما طلعت من الفرن وبردت لفتها في استرتش راب، حطيناها على درجة حرارة 180، وبعد كده لما طلعت وبردت حطيتها في استرتش راب وحطيتها في التلاجة. هنا معايا مع 1.5 كوباية كريم شانتيه خام مفيهوش سكر، وكوباية ونص لبن، 1.5 كوباية لبن او مية حسب ما انت عايزة، ساقعة يا مية ساقعة يا لبن ساقع. هنا هحط ظرف من الفانيليا واحطها في العجان واخفقها على درجة ضعيفة عشان خاطر البودرة ما تطرش بتاعة الكريم شانتيه. بعد كده هنزل بقى ايه، معلقتين سكر، انا بحب السكر قليل، معلقتين سكر ده معناها ان الكريم شانتيه مش هيبقى محلي قوي، انتي وراحتك بقى، عايزة تزودي حطي 3 معالق 4 معالق. ومعايا معلقة جيلاتين صغيرة على معلقة مية كبيرة سخنة عشان الجيلاتين يدوب، وبعد ما دوبه ارميه في الكريم شانتيه وهو بيتخفق. مش هتأثر معلقة المية السخنة دي على الكريم شانتيه نهائي، وهتشوفي دلوقتي، ولكن ده بيساعد ان الكريم شانتيه ما يسحش او ما يسيلش، او تقدري تعملي بيه الوردة ما تهبطش. وده يعني حاجة يعني الجيلاتين النباتي ده يعني هو الوحيد اللي بيخلي كريم شانتيه ما يسحش. هنا معايا السبونش بتاعي اهو، تاني يوم انا بحب اسيبه لتاني يوم، ما بحبش اعملها في نفس اليوم، لكن لو مضطرة ماشي بشتغل، لو مضطرة عاملاها لاختي عاملاها لصاحبتي
بضطر ان انا اعملها في نفس اليوم. بصي هنا الكيكة من التورتاية من جوه، السبونج من جوه قصدي، انا اسفة. بصي طري وهش ازاي. هنا جبت القاعدة وحطيت فيها كريم شانتيه من تحت عشان تمسك الكيكاية، ما تمشيش شمال ويمين، تبقى ثابتة في القاعدة. هنا انا يعني بسقي السبونج بلبن. انت بقى عايزه تسقيه بسيرم ميه بسكر بليمون، نص ليمونه، ماشي. عايزه تسقيه ب7 ماشي. عايزه تسقيه باي نوع عصير عندك ماشي برضو، ده ماشي وده ماشي. هنا انا الكريم شانتيه كان ماسك نفسه جامد، لان انا اللي عايزاه كده عشان ما يسحش مني، لان المطبخ عندي حر جدا، حتى في الايام دي حر جدا. فانا بسقي وبجلس. شلت الاسباتولا وجلست بالسكينه بتاعه التورت. بس انتي تقدري تطري الكريم شانتيه شويه عن كده، او ما تحطيش المعلقه بتاعه الجيلاتين كده. انا بحط برضو حاجه اقتصاديه جدا، بحط شوكليت شيبس، العلبه ب5 جنيه، بحط منها ما بين الطبقات، يعني فوق الكريم شانتيه. بتبقى حلوة قوي، بالعيال كتير بيحبوها قوي، اللي هي بتبقى محطوط فيها الشوكليت شيبس. طبقة كريم شانتيه وطبقة شوكليت شيبس وفوقيها طبقة الكيكة. كده انا خلصت خلاص كده. ده اخر طبقة اللي هحطها زي ما انتم شايفين كده، وهسقيها برضو الطبقة اللي فوق خالص. ليه؟ لان دي القعرية بتاعت التورتايه، فلو مسقتهاش هتبقى ناشفة. واحلى حاجة اللبن، لكن لو مش متوفر لا خلاص بقى، يبقى اعملي كوباية مية على كوباية ونص سكر سيرم كده ونص ليمونة، ولما يبرد خالص سقي بيه. ممكن تعمليه قبلها بيوم. هنا بقى برضو بجلس من بره اهو، تجليس عادي من غير بلبلة، مش حاطة بلبلة في القمع. انا بجلس كده عادي، واحدة واحدة بالراحة. انا مبطئالك الجزء ده خالص عشان اوريكي ان يعني المبتدئة تقدر تعمل تورتايه. التورتايه دي مش صعبة خالص، دي اسهل حاجة. وانا اهتميت بقى بالسطحية بتاعت التورتايه، ما اهتمتش بالجناب، لان انا الجناب جرشت لها فول سوداني وهغطي بيها الجناب. يعني انا اهتميت بالسطحية لان انا هعمل كفر تاني للجنب، فليه اغطيه كله بالكريم شانتيه واكلفه؟ يعني انا عاوز طبقة تانية كريم شانتيه تقيلة. طب ليه؟ ما هو كريم شانتيه غالي. انا جبت ب10 جنيه سوداني وجرشته زي ما انتم شايفين اهو، وهبدأ اغطي بيه ايه؟ الجناب. كده انا وفرت كريم شانتيه، وفي نفس الوقت الفول السوداني بيدي طعم حلو قوي 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 للتورت. يعني انا بحب كل التورت اللي بعملها بحب اغطي الجناب بالفول السوداني، بيدي طعم. جربوه وقولوا لي رأيكم في التعليقات. فعلا بيدي طعم تحفة. التورتايه اللي بعملها بالفاكهة ولا بعملها بأي حاجة مش بتطلع حلوة زي اللي بتبقى الجناب بتاعتها فيها فول سوداني. حاجة تانية الفول السوداني ده مع التورت بالذات. كده انا جبت بلبلة وحطيتها في القمع بتاعها، الكيس اللي هو الاستعمال مرة واحدة وبترميه. اسهل بكتير من اللي بيتغسل. عندي اللي بيتغسل بس مش بستعمله. ده القمع ب1 جنيه، والبلبلة دي ب10 جنيه. يعني لو انت عايزة تجيبيها دي ما تحسبيهاش من حق التورته خالص، لان دي هتشتغلي بيها. لو عايزة تعملي مشروع، ده مشروع تحفة. تقدري تعملي وتقولي لكل اصحابك واصدقائك واللي حواليكي يشتروا منك. يعني التورتايه دي ان شاء الله يعني مش هتقفل 50 جنيه بالحاجات بتاعت التورته بس. هنا بصي اللي عملت وردة عادية، زواق جميل وشكله حلو. تورتايه شكلها جميل. بره عشان تشتريها دي هتعدي 150 جنيه.
طبعا انت جايبه البيض مقفول مش بيض مكسر، وطبعا انتوا فاهمين يعني ايه بيض مكسر، يعني شايل ميكروبات وشايل بلاوي. طبعا انا اعرف ان في ناس كتير بتستخدمه في الطرق، وده شيء مش حلو خالص. خلي بالكم من النقطة دي. المحلات المحلات اللي مش كل الناس، عشان ما اظلمش، مش كل الناس. خلي بالكم على صحة عيالكم. هتتعبي شوية لما تيجي تعملي حاجة، بس تفرحي في الاخر لما تلاقي النتيجة كده. هتعمليها حلوة وطريقتها حلوة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. تعليقاتكم جميلة جدا بتعجبني. تعليقاتكم ان كانت ايجابية او ان كانت سلبية فانا مش بزعل منها، بالعكس انا بفرح بيكم جدا، بفرح بتعليقاتكم وتوجيهاتكم بتبقى على راسي من فوق. يا ريت تشتركوا عشان اي حاجة جديدة تنزل لكم توصل لكم. يا ريت الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ويا ريت يكون عجبكم. وانا كل فيديو بعمله بفرح جدا، لاني ببقى عارفة ان انا معاكم، بحس بيه ان انا ببقى وسطكم. مع الف سلامة حبايبي.